العقارات في المستقبل. العقارات عموما أثبتت على مدار التاريخ إنها بتخالف التوقعات، ومن سنة 2011 والعقارات في مصر ماشية عكس الموجة. في ثورة، الأسعار فضلت برضو تزيد. في تعويم وتضخم، الأسعار ملاش دعوة. في كورونا، الأسعار فضلت برضو تطلع. وعلى سبيل المثال في سنة 2011 سعر المتر في القاهرة الجديدة كان عامل حوالي 3000 جنيه، وفي سنة 2023 في نفس المنطقة السعر وصل لأكتر من 25,000 جنيه. ده مش بسبب التضخم، ده بسبب وجود الطلب الحقيقي وقوة المشروعات اللي موجودة على الساحة. والحكومة من ناحيتها لعبت دور مهم ورئيسي: عاصمة إدارية، عالمين جديدة، منصورة الجديدة، توسعات الشيخ زايد والتجمع. وده خلق حالة أنا بسميها عقار بلا سقف. الكل بيشتري والكل بيبيع، والسوق بقى أداة ادخار مش بس للسكن. طب العقار في المستقبل هيكون شكله إيه؟ رأي معظم خبراء السوق بيتمحور حوالين 3 نقط. أول حاجة، الطلب ما زال موجود وقوي. مصر بتزيد سنويا حوالي 2 مليون نسمة، وده معناه احتياج مستمر للسكن. 2، الأسعار مش هتكون بنفس الجنون اللي احنا شفناه في الفترة الأخيرة. حصلت حالة تشبع في الطبقات العليا، والأسعار وصلت لمستويات فوق قدرة شريحة كبيرة من المصريين. 3، هيحصل فرز للمطورين والعملاء اللي بتشتري. المطور اللي مش هيقدم مشروع فعلي مش هيكمل، والعميل اللي بيشتري بدون وعي مش هيكمل. ومن وجهة نظري إن سوق العقارات في مصر عمره ما هينهار. عارف ليه؟ اسأل التاريخ. بس في نفس الوقت عمره ما هيطلع بنفس المعدل السريع اللي كان موجود في آخر فترة. يعني الناس هتفكر كتير قبل ما تشتري، والمطورين كمان هيكونوا أذكى في التسعير. العقار لسه فرصة، بس مش لكل الناس ومش في أي وقت. اللي هيكسب من العقار في المستقبل هو اللي هيشتري صح وفي التوقيت المظبوط. بعد كل اللي حكيناه من أول ثورة 2011 للتعويم للكورونا للحرب لحد النهاردة، العقارات في مصر هي مراية للاقتصاد ومستقبل جيل كامل. وسواء شايف إن العقار لسه فرصة أو إنه استثمار خطر، فالأكيد لازم تفكر قبل ما تتحرك. احسبها صح واسأل كتير، وما تمشيش أرجوك ورا الدعاية، واشتري عن وعي مش عشان تلحق الأوفر. في النهاية أنا بشكرك إنك كنت معايا من أول الرحلة لغاية آخر حلقة. وما تنساش، مش كل متر مباني يستاهل يتحجز.